المزارع يعقوب دبرت اللي صورته ظاهرة قدامك دلوقتي، أول ما راح في النوم كان حلم في المنام بحلم غريب شوية. كان شاف نفسه ماشي وسط ممر في غابة مهجورة، وأول ما خرج من الممر أو النفق ده يعني عينه وقعت على شجرة متعلق عليها أحذية وشوية حاجات كده مش مفهومة. وبعدها بحوالي مترين كانت واقفة غزالة من فصيلة نادرة عمالة تنظر ليعقوب. وأثناء ما هو يعني بيتأمل في المكان ومندهش ومش عارف إيه اللي جابه هنا، كانت عينه وقعت على أسفل الشجرة من تحت. وقتها شاف مشهد حرفيا خلاه اتصدم من شدة الرعب اللي كان فيه. عينه وقعت على جثتين لطفلين مجهولين الهوية، ويعقوب بيسأل نفسه إيه اللي جابهم هنا، ومين اللي قتلهم، وليه عمل فيهم أصلا كده من البداية. وأول ما يعقوب قرب من الجثتين دول علشان يشوف ملامح وشهم من قريب، كان صحي من النوم في ساعتها. الغريب هنا إن الحلم ده قعد يتكرر معاه لمدة 3 أيام ورا بعض، كل يوم يحلم بنفس الأحداث هي. وهنا يعقوب كان أدرك إن ده مش مجرد حلم عادي والسلام، لأ، ده فيه رسالة مهمة عايزة توصله وبتطلب منه التدخل أو المساعدة لحل لغز الحكاية دي. المفاجأة بقى إن كل الأحداث اللي فاتت دي حقيقية 100%، وفعلا كان في جريمة قتل لطفلين بس في مدينة تانية على بعد حوالي 400 كيلو من المدينة اللي ساكن فيها يعقوب. والشرطة كمان كانت فشلت في جمع جثث الأطفال أول ما اختفوا، وما كانش حد عارف هم راحوا فين، لحد أما يعقوب حلم في المنام بيهم، أو يعني المكان اللي هو شافهم فيه، وساعتها بس كان تم حل لغز القضية. القصة دي اشتهرت بعنوان حلم يعقوب، حين دل المنام على وجود جثتين مجهولين في الغابة. طبعا الأهالي كانوا عملوا زي نصب تذكاري على المكان أو القبر بتاعهم، وبالمناسبة هم كانوا دفنوهم في نفس الحتة اللي لقيوا فيها الجثث بتاعة الأطفال دي، وحطوا رخامة على القبر مكتوب عليها الأطفال المفقودين الذين تم العثور عليهم بواسطة يعقوب ديبرت في عام 1856. لكن السؤال المهم هنا، مين هم الأطفال دول ومين أهاليهم وإيه اللي حصل معاهم بالظبط؟ وعلشان طولت عليك في المقدمة، فتعالى دلوقتي اختصر لك الحكاية، وأتمنى يا رب دايما تكونوا بخير. أعجب بالفيديو شاركه مع الأصدقاء، وإلا ستنام في بطن الليلة. القصة دي بدأت في أواخر شهر إبريل سنة 1856، والمكان كانت غابة بنسلفانيا. المهم كان عايش هناك مزارع أمريكي اسمه صامويل كوكس، وبالمناسبة الراجل ده هو أبو الطفلين. كان باني كوخ صغير عايش فيه هو وزوجته اللي اسمها سوزانا، وكان معاهم الولدين جورج عمره 7 سنين ويوسف اللي كان عمره 5 سنين. أثناء ما الأسرة كلها كانت قاعدة في الكوخ، فجأة سمع الأب صمويل صوت الكلب بتاعه عمال ينبح من الخارج، يعني بصوت عالي جدا، زي ما يكون كده في حيوان مفترس قريب منه أو في شخص مجهول دخل في المكان ده. المهم صمويل فتح باب الكوخ علشان يشوف ايه اللي بيحصل بالظبط في المكان حواليه، ولاحظ ان الكلب على مسافة بعيدة منه، لكن صوته كان عالي جدا وجايب لآخر الدنيا. ساعتها أخد البندقية وقال لزوجته أنا هروح أفحص الدنيا وأشوف ايه اللي بيحصل، وانت خلي بالك من نفسك وحرصي كويس على العيال، ما تخليهمش يغيبوا من قدام عينك لحد اما ارجع. وراح مشي صمويل في الغابة وفي ايده البندقية وعمال يرصد المكان حواليه بكل هدوء لحد ما وصل لمسافة بعيدة عن الكوخ. وساعتها كان لف برقبته علشان ينظر لأسرته النظرة الأخيرة قبل ما يبعد أكتر من كده. وكان التمح ولاده الاتنين طلعوا من الكوخ وعمالين يجروا ورا بعض ويلعبوا ويلفوا حوالين المكان، والأم كانت قاعدة جوه الكوخ ولا شاغلة بالها بعيالها أو أي حاجة بتحصل. وهو ده السبب اللي خلى الأب صمويل يتضايق من تصرفها ده، أو بمعنى أصح إن هي يعني ما سمعتش كلامه، وقرر في النهاية إن هو يكمل مشي ويفحص الغابة علشان يطمن، وبعدها يعني يرجع على طول. أخد حوالي ساعة زمن يلف في المكان كله، ولما لقى الأمور مستقرة ومفيش ناس غريبة أو حيوانات مفترسة، رجع تاني بسرعة على الكوخ علشان برضه كان عايز يطمن على ولاده وعلى زوجته، لأن هو في اللحظة دي كان قلقان عليهم جدا وما كانش عارف ايه هو سبب القلق ده. واول ما رجع صمويل كان لقى زوجته بتجهز الاكل، لكنه هو لاحظ ان ولاده ما كانوش موجودين، فبصلها كده وهو متعصب وسألها وقال لها هما العيال فين؟ فردت عليه ببرود اعصاب وقالت له العيال بيلعبوا بره، اكيد يعني انت شفتهم وانت وداخل على الكوخ. ساعتها صمويل قعد يزعق بصوت عالي
ويقول لها إن مفيش حد بره نهائي، لكنه افتكر إن هما بيعملوا فيه مقلب، وقعد يدور عليهم جوه البيت وينادي على كل واحد باسمه، على أمل يعني إن هم يخرجوا والمقلب ده ينتهي ويطمن عليهم. وهنا الأم بس كانت أدركت إن صمويل بيتكلم بجد والعيال فعلا مش موجودين، فطلعت تجري بره الكوخ وقعدت تصوت وتدور على عيالها، لكن للأسف ما كانش ليهم أي أثر. كمان الأب صمويل كان أدرك إن ده مش مقلب وإن العيال فعلا مش موجودة في المكان، وساعتها حس قلبه إن هو هيقف من شدة الصدمة، فطلع يجري بره الكوخ وقال لزوجته خليك انت هنا وانا هروح ادور عليهم، يمكن يكونوا راحوا مكان قريب. الغريب هنا ان الاطفال ما كانوش متعودين يلعبوا بعيد عن المكان، وهو ده السبب اللي كان مخلي يعني الاب متحير وكان هيتجنن ومش فاهم ايه اللي حصل، وراح يلف عليهم في الغابة زي المجنون وقعد ينادي على اسم كل واحد فيهم بصوت عالي، لحد اما الجيران اللي حواليه بدأت تسمع صوته، وساعتها الكل بدأ يتجمع علشان يسألوا فيه ايه وايه اللي حصل، ليه بتنادي على أولادك وهم راحوا فين؟ ولما حكى لهم اللي حصل والناس عرفت إن الأطفال دول مش موجودين، الدنيا كلها كانت اتقلبت في ثانية، والكل راح يدور معاه عند النهر والبحيرة، وكمان كان فيه مصرف مائي جزء من الناس كان راح يدور عنده. المهم يعني الناس كانت قسمت نفسها علشان تدور في أماكن مختلفة، وطبعا كانوا بلغوا الشرطة فورا بإن في طفلين مفقودين محدش عارف مكانهم أو اللي حصل معاهم حتى. ومن هنا اتحرك عدد كبير من فريق البحث لكشف غموض القضية والعثور على الطفلين في أسرع وقت ممكن قبل ما يحصل لهم حاجة، والشرطة سألت عليهم في المدن والقرى المجاورة ووسعوا عملية البحث والتحريات، لكن برضه مفيش جديد، محدش التمح الطفلين أبدا ولا حتى عنده معلومة صغيرة تفيد في لغز اختفائهم الغامض. وعملوا تحقيقات مع بعض الناس المشتبه فيهم، لكن برضه مفيش أدلة ومش قادرين يحلوا القضية دي أبدا. وهنا الشرطة قررت إن هي تنشر أخبار الأطفال دي في الجرايد على أمل إن حد يقرأ قصتهم ويتعرف عليهم. كان في مزارع اسمه يعقوب ديبرت، وده اللي احنا حكينا قصته في أول الفيديو، والراجل ده كان مهتم جدا بقصة الطفلين، وكان دايما بيتابع أخبار القضية أول بأول عن طريق الجرايد، ومن كتر اهتمامه بالموضوع ده بدأ يحلم بالأطفال دي في المنام، وكان يشوف نفسه ماشي في الحلم في ممر يعني وسط غابة مهجورة، لحد ما يوصل لشجرة ويلاقي عندها جثث الأطفال. ومن كتر تكرار الحلم ده حس إن دي رسالة غامضة بتطلب منه التدخل في الموضوع. ساعتها يعقوب كان عرف عنوان الأب صمويل عن طريق الجرايد، وقرر إن هو يسافر له مسافة 400 كيلو علشان يحكي للأب عن الحلم الغريب، وإن هم يروحوا مع بعض عند المكان اللي بيجيله في الحلم، ومين عالم يعني يمكن تطلع الرؤية دي صادقة وتوصلهم لحاجة جديدة أو مكان الأطفال فعلا. بعد ما يعقوب سافر للأب وحكى له أحداث الحلم، الأب ما كانش مصدق نفسه أو مصدق الكلام ده بسبب فشل الكل في جمع الأطفال، وحتى الشرطة ذات نفسها ما قدرتش هي كمان تجمعهم. لكن الأب صمويل ما كانش قدامه حل غير كده، عايز يمشي ورا كلام يعقوب وهو مش مصدقه، لكن ما قدامهوش أي حل تاني. ما كانش قدام الأب في النهاية غير إن هو يمشي ورا كلام أو حلم يعقوب، وبالفعل اتجمع عدد كبير من الأهالي وكلهم فضلوا ماشيين مع يعقوب في الغابة لحد ما فعلا لقيوا شجرة متعلق عليها أحذية، وبعد كده ظهرت الغزالة اللي حكى عنها يعقوب في الحلم بتاعه. وأول ما قربوا من الشجرة دي فعلا لقيوا الجثث بتاعة الأطفال، وكلهم اتصدموا أول ما شافوا الجثث دي مرمية هناك. الكل جري عليهم علشان يطمن على الأطفال، اعتقاد منهم إن هم يعني كانوا تايهين ونايمين في الوقت ده، لكن للأسف هم كانوا فارقوا الحياة بقالهم كذا يوم، وتم إبلاغ الشرطة بالأحداث الغامضة دي كلها. وهنا طبعا كانوا قبضوا على يعقوب لأن ده الشخص الوحيد اللي كل الشكوك كانت بتدور حواليه، لكن للأسف مفيش أي أدلة ضده نهائي. يعقوب ملهوش علاقة بالأب ولا في ما بينهم يعني أي خلاف أو عداوة سابقة، ولا حتى في عمره في حياته ما شافه قبل كده. كمان الراجل ده ساكن في مكان تاني بيبعد عن المدينة أو الغابة بحوالي 400 كيلو، يعني مش أقل من 3-4 ساعات سفر. وغير ده كله يعقوب سمعته كويسة ما بين الناس أو أهل القرية بتاعته، وكمان مفيش حاجة في الدنيا تجبره إن هو يروح بنفسه يساعد في حل لغز القضية. وعلشان ما كانش فيه تفسير حقيقي للحلم بتاع يعقوب، فكانت القصة دي اشتهرت بإن هي واحدة من أشهر القصص الغامضة على مستوى العالم. ولحد هنا هيكون الفيديو انتهى. لو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. ما تنساش إن رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات. وآخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وتشجعني أكمل معاك الفترة اللي جاية. سلام.